كان عندي حيطة في البيت كنت عاملها بلاط فوم من حوالي 5 سنين، بس اتفاجئت بعد ما شلتها كانت بالمنظر ده. خدوا بالكم يا جماعة، طبعا لو عندك بلاط فوم بالشكل ده فبيطلع بنفس الطريقة دي، خصوصا ان هو كانت النوعية بتاعته كويسة جدا. هو بيطلع بكل سهولة على فكرة، بس مشكلته ان هو بيسيب الاثر اللي احنا شايفينه ده. طبعا المادة اللي هو سايبها دي، مادة اللاصق دي، متعبة جدا جدا، وعلشان اشتغل عليها او اسحب عليها معجون او انضفها والكلام ده كله فهتكون متعبة، ومش هتديني الفينش اللي انا محتاجه او الشكل اللي انا محتاجه. انا بجدد هنا في الحيطة، فبالتالي محتاج ان انا اعمل حاجة افضل من بلاط الفوم. فطلع في دماغي الفكرة الجميلة دي، وفي نفس الوقت تنفع مشروع كمان للناس اللي حابة تبدأ مشروع صغير. جبت قطعة من الخشب او قطعة من الجبسن بورد، وابتديت بعد كده ان انا اعمل فيها خطوط متساوية من الجناب. وبعد كده كان عندي القطعة اللي هي الجبسية دي، ان شاء الله اعمل لكم فيديو بالتفصيل ازاي انت تعملها بكل سهولة. بالنسبة للقطعة الجبسية اللي هي موجودة، اللي انا بحطها بنفس الطريقة دي. بعد كده طبعا جبت القطعة دي وابتديت ان انا ارصها بطريقة متساوية، وطلعت معايا بنفس الشكل الجميل ده. طبعا حضرتك بتكون ممكن تختار التصميم اللي انت عايزه وتبدأ تطلعه، ان شاء الله كل ده هنتكلم عنه. بعد كده جبت معايا اللي هو الامير او السوبر جلو، ابتديت ان انا اثبتهم واحده واحده بعد ما خليتهم كلك متساويين ومظبوطين وكله تمام التمام. السوبر جلو طبعا يا جماعه بيمسك كويس جدا. لو ما عندكش اللي هو قطعه الجبسن بورد اللي تحت دي، ممكن تجيب اللي هو الخشب اللي هو الام دي اف، هحط لكم صورته برضو دلوقتي، ممكن تشتغل بيه، او اي قطعه من الفبر برضو شغالة. ولكن أهم شيء تديك التخانة اللي احنا شايفينها دي، علشان خاطر ده مهم جدا. أنا استعنت هنا باللي هو الغيرة الأبيض، علشان ما يدينيش ارتفاع. يا جماعة أنا هنا مش محتاج ارتفاع خالص، محتاج الموضوع يبقى ماشي معايا مظبوط. التخانة بتاعت الجبسن بورد دي بالنسبة لي مناسبة، فبالتالي مش عايز أعلى عنها. فعلشان كده انا استخدمت معايا اللي هو الغير الابيض، وابتديت ان انا اثبت بيه الشغل بتاعي كله. بعد كده ابتديت ان انا اثبت الجناب بتاعتي، علشان المسافة بين ال القالب نفسه وما بين الجنب اللي انا بلزقه ده يا جماعة حوالي سنتي. ممكن تعمل سنتي وممكن تعمل سنتي الا ربع، برضو مفيش مشكلة. اهم شيء يعني خليك برضو في المعقول، علشان خاطر القالب معاك يكون قوي ويكون متماسك. هنشوف دلوقتي كل حاجة برضو بالتفصيل. انا كل حاجة بالمسطرة اهوت يا جماعة، علشان برضو تبقوا عارفين اهوت سنتي ونص الارتفاع ما بين الجزء اللي فوق لحد الشكل. تمام. والجناب ممكن زي ما قلت لكم من نص سنتي لحد سنتي شغال، وكله في صالح العمل يعني. بعد كده جبت معايا اللي هو الصابون السائل المركز، وابتديت ان انا اعزله بنفس الطريقة دي. عزلته مرتين تلاتة علشان بعد كده يطلع معايا بكل سهولة. المهم الصابون يكون مركز، ما يكونش الصابون السائل اللي هو الرخيص، علشان يعزل كويس جدا. ممكن اعزل بزيت اكل برضو، بس اعزل 3 4 مرات ويبقى تمام التمام. وبعد كده ابتديت ان انا اجيب سيليكون رابر. وانا هنا يا جماعة استخدمت سيليكون رابر كثافة 5 في الاول، علشان في تفاصيل كتير جدا في الشكل، فتاخدوا بالكم برضو من الموضوع ده. واللي حابب ان انا اعمل له القالب، او حابب ان هو يعرف القالب بيجي منين، يسيب لي كومنت وابعت له كل التفاصيل في التعليقات. وفي تعليق مثبت، يا ريت برضو تسيبوا السؤال بتاعكم تحت التعليق المثبت، وان شاء الله اتابع معاكم كل حاجة. معاكم برضو لو عايزين نعمل لكم القالب اعمله لكم وابعته لكم، او مثلا لو حابب ان انا اتابع معاك تنفيذه برضو مفيش مشكلة. الرقم بتاع الواتس بتاعي موجود في صندوق الوصف، وكل حاجة ان شاء الله تكون بسيطة وتكون متناول الجميع. بعد كده يا جماعة ابتديت ان انا استخدم معايا الاستشوار، بحيث ان انا ادخل السيليكون اللي معايا في كل التفاصيل بتاعتي، لان القالب ده يا جماعة التفاصيل فيه كتير جدا جدا جدا. القطعة الصغيرة دي محتاج ان انت يدخل فيها الصابون السيليكون اسف، علشان خاطر ما يبقاش فيها اي ديفوهات او يبقى فيها اي مشكلة، ويبقى الموضوع معاكم مظبوط بإذن الله. ببدأ بعد كده بنفس الطريقة ان انا احط كمان شوية، وببدأ ان انا اضغط عليهم بصباعي كده، واملأ كل حاجة واظبط كل حاجة بالنسبة للاماكن اللي محتاجة. واهم شيء بالبلور او بالاستشوار او بمسدس التسخين على الرايق كده، بحيث ان انا املى المكان كله ويبقى معايا القالب طالع مظبوط زي ما هنشوفه دلوقتي.
اهوت بعد ما خلصت ابتديت برضو ان انا اجيب مسدس التسخين علشان لو في اي فقاعات ولا حاجة تبدأ ان هي تروح والقالب يطلع معايا مظبوط. معلش الفيديو طول شوية انا اسف، بس علشان خاطر الموضوع يبقى بالنسبة لكم واضح وكله تمام التمام. عايز اوضح حاجة مهمة جدا، ان انت ممكن بفكرة صغيرة تعمل مشروع كويس جدا، او تبدأ في مشروع وبكل تفاصيله، وانا موجود معاكم في اي حاجة ان شاء الله. بعد يوم كامل سبته ينشف براحته. الحاجات دي انا بسيبها تنشف براحتها ومش بستعجل عليها، ممكن تاخد يوم، ممكن اسيبه يومين لظروف شغلي. انا بالنسبة لي الموضوع ما فيهوش اي مشكلة. ببدأ ان انا افك بعد كده قطع الجبسن بورد اللي انا عملتها في الجناب، بتطلع معايا بكل سهولة لان انا مجمعها اصلا باللي هو الغير الابيض، فبالتالي الموضوع بالنسبة لي ان شاء الله هيطلع بكل سهولة وكله تمام التمام. زي ما قلت لكم البديل بتاعها قطع الخشب الام دي اف هتبقى تمام برضو، وربنا يرزق الجميع ويكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد وتستفادوا منه ان شاء الله. تمام اهو بفك واحدة واحدة. طبعا انا بفك براحتي هنا، انا هنا بفك وبشد براحتي. ليه؟ لان انا اديته وقته يبقى تمام التمام. الحاجة التانية ان انا خدمته كويس جدا، حطيت عليه المصلب المظبوط بتاعه، وطبعا القالب بشد فيه براحتي زي ما نشوفه دلوقتي، وانا مطمن ومتأكد مليون في المية ان الدنيا هتطلع معايا تمام، مش هيحصل اي مشكلة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي في الكومنتات يا جماعة، علشان يا رب تكون صدقة جارية لينا وليكم بإذن الله. بصوا مفيش أي حاجة، بسم الله ما شاء الله. القالب طالع زي الكتاب ما قال، 10/10. وهنشوف النتيجة دلوقتي في المنتج نفسه بعد ما بنطلعه وبعد ما بنركبه وبعد ما بنشوفه. الفيديو يا جماعة ملم بكل حاجة، يعني كل حاجة في المشروع أو الفكرة، فهو مش سايب أي حاجة إن شاء الله. بشيل بقى الزيادات وبظبطه، وطبعا هوضح لكم دلوقتي انا لما عملته بقطع الجبسن بورد. شوفوا يا جماعة النتيجة رهيبة، 10/10. الجناب مظبوطة ومية مية، ما فيهاش اي دواخل ولا في اي دفوهات ولا اي حاجة. الشغل تمام التمام بسم الله ما شاء الله. وطبعا انا بظبطه وبنضفه وبيبقى جاهز كده علشان اعمل له الحاضن بتاعه. قبل ما بعمل الحاضن باجي هنا برضو بشوية صابون سايل، انا بعمله بس هي مرة واحدة بعد ما بخلصه، بدهنه بس او بعزله بصابون السايل مرة واحدة بس، ما بعزلش تاني خالص. تمام. وبعد كده ببدأ ان انا احط الجبس بنفس الطريقة دي. بس القوام هنا يا جماعة تقيل شوية، وهوريكم دلوقتي القوام المظبوط علشان يطلع معاك الشكل ما فيهوش اي مشكلة ولا فيه اي تخريم او فقاعات او ديفوهات او اي حاجة. ببدأ ان انا اظبطه بنفس الطريقة دي، لكن انا بالنسبة لي مش مشكلة القوام هنا يكون تقيل، لان انا بس محتاجه علشان اعمل معايا الحاضن. هنا جبت علبة كانت موجودة عندي، ابتديت ان انا احطها بنفس الطريقة دي، وبعد كده ابتديت ان انا اصب عليها الجبس. بس قبل ما بصب الجبس برضو بعزل من بره. خدوا بالكم من العزل ده يا جماعة، مهم جدا جدا، لان لو ما عزلتش فبالتالي ممكن الحاجة تمسك، او الاسمنت او الجبس يمسك معايا، وطبعا ممكن يبوظ الدنيا. فمهم جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من البداية للنهاية في موضوع العزل ده وخطوات العزل، علشان خاطر الموضوع يبقى بالنسبة لكم مفيد وسهل، وبإذن الله تستفادوا ويطلع معاكم المنتج محترم وحاجة ناجحة يعني. بعد كده ابتديت ان انا اجيب جبس وحطيت عليه شوية اسمنت ابيض حلوين، يعني لو كيلو جبس بحط عليه ربع كيلو اسمنت ابيض، وبعمل الحاضن بتاعي علشان يبقى ماسك بشكل قوي. سبته ينشف براحته خالص، اخد معايا يوم برضه. يعني تخيلوا ان انا الجبس سبته يوم، مع ان الجبس ممكن 3 4 ساعات، ولكن انا بدي كل حاجة راحتها علشان خاطر كمان احنا في جو برد، فبالتالي كل حاجة لازم تاخد راحتها. بعد ما خلصت ابتديت ان انا اشيله، طلع معايا بنفس الشكل ده. وكده انا عملت الحاضن اللي هو معايا. الحاضن ده يا جماعة حاضن تقيل وكبير. خدوا بالكم، شوف الدفوهات بنت اهيت، والقطع بصوا. انا هنا علشان خاطر ايه بقى يا جماعة؟ علشان خاطر القوام بتاعي تقيل شوية، فبالتالي ما دخلش في تفاصيل التفاصيل اللي معايا، فبالتالي طلع معايا عمل الفقاعات او الهوا ده. فانتوا تاخدوا بالكم من الحتة دي. القوام بتاعكم يكون سايل ومتقلب كويس جدا وبصباعكم كده، وزي ما هنشوف دلوقتي، وتبدأ ان انت تعدي على القطعة دي وتحرك القطعة كتير علشان خاطر الجبس يدخل في تفاصيل التفاصيل زي ما هنشوفه دلوقتي. بصوا يا جماعة، ده القوام. خلي القوام ممكن تخليه سايل عن كده كمان على فكرة.
خلي القوام سائل عن كده وبنفس الطريقة دي، وحرك القالب. وكمان ممكن تعمل حاجة، ممكن تطلع القالب أصلا من الحاضن وتصب فيه شوية صغيرين، وبعد كده تبدأ ان انت تحركه وتدخل صوابعك في التفاصيل وتحركه بإيدك كده، وبعد كده تحط القالب في الحاضن وتكمل صب. تمام. فبالتالي مش هيحصل اي مشكلة ان شاء الله. شوف انا بعمل ايه. يعني بعد ما خلصت بايدي كمان جيت بمعلقة صغيرة وابتديت ان انا ادخل برضو اللي هو الجبس في الفواصل دي، وبعد كده رجعت تاني حطيت شوية بنفس الطريقة. انا هنا يا جماعة الفكرة كلها ان انا مش عايز الشكل يطلع معايا فيه مشكلة. خدتوا بالكم؟ فان شاء الله باذن الله تتبعوا الطريقة دي والموضوع يكون بالنسبة لكم مفيد ان شاء الله. وكمان ممكن اثناء وانتوا بتصبوا الجبس تستعينوا برضو بالاستشوار، او لو عندكم بلور برضو تحركوا الجبس كده بيه، فبالتالي هيبقى تمام التمام ان شاء الله. بعد ما بخلص بعمل التشريحات دي علشان اثناء التركيب وانا بركب يكون المنتج كويس معايا، ويبدأ ان هو يمسك كويس في الحيطة ويمسك في المنتج كويس، لان ده بيكون بالنسبة لي الربط بين الاتنين ببعض. بصوا يا جماعة هنا طالع معايا بسم الله ما شاء الله، ما فيهوش الهوا، 10 على 10، وما فيهوش اي مشكلة خالص، ولا في دفوهات ولا في اي حاجة. كده هنبدأ بقى بعد كده نشوف المرحلة التانية. بس ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل وتصلي على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات. شوفوا يا جماعة هنا بوضح لكم اهوت يا جماعة، بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشية ازاي. زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا طبعا اتفاجئت ان لقيت المادة دي. وطبعا يا جماعة الفوم ده بأمانة الله هو معايا عندي بقاله حوالي 5 سنين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، قوي جدا جدا، وما اتحركش ولا اتفك ولا حصل في اي حاجة، ده للأمانة. المهم بعد كده ابتديت ان انا اعمل النقر دي علشان خاطر الدنيا تبقى تمام والشغل يمسك كله ببعضه. بعد ما خلصت عملت مادة البوليسترين اللي انا بشتغل بيها على طول. وطبعا اللي محتاج مادة البوليسترين او ما يعرفهاش يسيب لي كومنت وابعت له الطريقة ازاي يعملها وازاي تطلع معاه ناجحة. وكمان يا جماعة بتمسك في الحيطة بشكل قوي جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. ولكن انا هنا ببدأ ان انا استعين كمان بالشمع علشان يمسك معايا كويس، عبال بس ما مادة البوليسترين تنشف. وبعد كده خلاص الشمع بيبقى بالنسبة لي ملوش اي لازمة خلاص. اهم حاجة ودايما بوضح ان اول صف ده يا جماعة خدوه قاعدة اساسية كده، لازم يطلع معاك بالميزان، ما يكونش فيه الهوا، يعني يكون مظبوط على الميزان ظابطة تمام التمام، علشان بعد كده اللي انت هتشتغل عليه هيطلع على اساس الصف الاولاني ده. الصف الاولاني ده مظبوط وميزان، هيطلع معاك اللحمات كلها مظبوطة والشغل كله تمام التمام. لو العكس بقى يا صاحبي تبقى انت تنسى، هتلاقي الشغل معاك طالع مش مظبوط واللحمات عكسة مع بعضها، واللحام كبير واللحام واسع واللحام ضيق والدنيا خربانة. فأتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم من القصة دي ضروري جدا جدا. أول صف يكون ماشي ميزان هتلاقي معاك الدنيا تمام التمام. بعد كده بلزق بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم. ببدأ ان انا احط المادة الاول في المنتصف، وبجيب شوية شمع هنا وشوية شمع هنا، وببدأ ان انا الزق بنفس الطريقة دي وبتوكل على الله. وزي ما قلت لكم اصدقائي الغاليين، اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه وانا تحت امركم. انا برد على التعليقات كلها على طول، وما بسيبش تعليق الا ما برد عليه، حتى لو اتاخرت شويه بيبقى غصب عني. خدوا بالكم بقى من الحيله الصغيره والتكايه دي. انا بعد ما بخلص كل صف او صفين باجي عليهم بالغيره الابيض وبعمل ربط زي ما انتم شايفين ده. ممكن حضرتك تشوف ان دي حاجه بسيطه، ولكن اقسم بالله يا جماعه عن تجربه اللحام ده بيكون زي الحديد. ده بيساعد بشكل قوي جدا 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 ان البلاط او الحجر اللي احنا شايفينه ده يمسك في الحيطة بشكل قوي جدا. انت كده كأنك بتعمل اربطة تمام من الاسمنت. الميزة هنا كمان ان انا مش محتاج صاروخ اشتغل بيه، انا ممكن بصفيحة منشار ببدأ ان انا اشتغل، لان انا عندي التخانة مظبوطة، وكمان القالب معايا متساوي، ينفع ان انا اشتغل بيه بصفيحة المنشار زي ما احنا شايفين بكل سهولة اهوت. موضوع بسيط جدا، بصفحة المنشار بتقدر ان انت تقطع الغلاية او تقطع الجناب بتاعتك وكله تمام التمام.
الشغل هنا طبعا يا جماعة كان محتاج زئية. يعني ايه زئية؟ يعني انا احط اسمنت ابيض في اللحامات او الفواصل اللي بين البلاط، لكن انا الوقت والله ضغطني جدا جدا، فالزئية دي للاسف بتاخد وقت معايا كبير. فعلشان انزل الفيديو بسرعة، وزي ما انتوا عارفين شهر رمضان اصلا الدنيا فيه اليوم فيه ما فيهوش اساسا، فنزلت الفيديو كده. فانا كنت منزل فيديو قبل كده وعامل فيه اللحامات، هسيب لكم برضو في اخر الفيديو ان شاء الله حتة منه علشان برضو اللي ما شافوش. وكمان علشان الوقت اديته لون واحد بس، ما اديتلوش لونين عشان حتى يظهر اكتر، لكن اديته لونين علشان برضو دي الوقت، برضو بياخد معايا وقت كبير. ممكن تلون حضرتك بره خالص وتبدأ ان انت تركب، بس في الحالة دي مش هتزقل لحمات. عايز تزقل لحمات بسمنت، هتركب الاول وبعد كده تزقل لحمات وبعد كده تلون، مفيش مشكلة. شايفين يا جماعة الرسمة تحفة، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا، وفكرة مشروع ممتازة والله. يعني اللي حابب برضو ان هو يعرف اكتر ممكن يتواصل معايا واتس، او ان هو يبعت لي كومنت وانا تحت امركم. اللي حابب زي ما قلت لكم عايز القالب اعمله له، اللي عايز يعرف مكان السيليكون رابر او المواد اللي بتستخدم برضو يسيب لي كومنت او يكلمني. شوفوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، اللحمات بس كانت عايزة تتزقي والدنيا كانت تبقى تمام اكتر، لان طبعا لما اللحمات دي بتاخد الاسمنت الابيض الموضوع بيبقى في حتة تانية خالص، يعني بيبقى الموضوع افضل بكتير جدا، ده للامانة مش هضحك عليكم. ولكن الوقت بقى، فالله المستعان. اهم شيء ان يكون الموضوع بالنسبة لكم واضح، والفكرة تكون وصلتكم، والموضوع يكون بالنسبة لكم مفيد، ده بالنسبة لي اهم شيء والله العظيم. ويا ربنا يا رب يجعلنا يا رب من الناس اللي بتقدم محتوى بيفيد للناس كلها، ودعوة حلوة من القلب منكم. وآسف إني بتكلم كتير، ولكن أنا حابب دايما إن أنا أوضح المعلومة بشكل مفصل وبشكل دقيق. في نهاية الفيديو أنا بشكركم جدا جدا، وهسيبكم تستمتعوا بالشكل الجميل ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.